السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ابدأ يومكم بذكر الله والصلاة على رسول الله. يلا نعمل بقى فطار صحي، وفطار ينفع دايت وينفع يبقى فطار صحي كعادة. الدايت أكله كعادة، يعني مش لازم يكون احنا بنعمل دايت عشان ناكل صحي، لا، الأكل الصحي بيكون عادة في حياتنا اتعودوا عليها، يعني هتكونوا يعني صحيين أكتر كمان. جبت بيضة، رشيت عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل، رش عليها ملح وفلفل وكمون، اجيب شوية من الحليب، حوالي كده معلقة كبيرة مليانة من الحليب او اللبن، او ممكن تبقى زبادي، معلقة زبادي. هقلب، جبت الشوكة وهقلب بها البيضة، ارب البيضة كده لحد ما تبقى يعني ايه، تفك كده من بعضها شوية. هنضيف بقى جبنة، ممكن تضيفي جبنة موتزاريلا او جبنة مبشورة، رومي، اي نوع جبنة عندك، او ممكن من غير جبنة خالص، او ممكن قطعة جبنة بيضة. جبنة البيضة حلوة برضو مش وحشة. دهنت طاسة من الزيت ونزلت بيها في الخليط، بتستوي بسرعة، تقريبا المقطع اتمسح اللي انا كنت بسويها فيه. هبقى اعملها معاكم برضو مرة تانية اوريكم التسوية. تسويتها سهلة جدا، بسويها على الناحيتين، يعني دقيقتين هنا ودقيقتين هنا لحد ما بتستوي، ما بتاخدش وقت خالص، بس طعمها كان حلو والجبنة فيها مديها طعم حلو برضو. كده عملنا فطار صحي وفطار مشبع، يعني مشبع وصحي. احنا لما بنفطر حاجة فيها بروتين بتخليكي بتديكي شبع لفترة اطول، وجنبه خضار. لازم تكون وجبتك في الفطار تكون كاملة، فيها نشويات وفيها خضار وفيها فاكهة، بس انا ما كنتش مقطعة فاكهة بصراحة. وفيها ألبان كمان، ممكن يا اما تشربي يعني نص كوباية من الحليب او تاخدي علبة زبادي. الولاد بقى قالوا ايه، عايزين نفطر لبن ومع القرص. فاكرين القرص اللي انا كنت عاملاه معاكم؟ حلوة قوي، يعني حلوة بصراحة، طرية وجميلة. سخنت بقى اللبن، ويعني ايه مش هزود الكوباية، يعني كل واحد كده نص كوباية، علشان لو اتبقى حاجة يعني اللي عاوز ياخد تاني، لكن لو اتبقى حاجة يعني طبعا ما ينفعش حد يشربها تاني. والاولاد طبعا بيحبوا التغيير، يعني ايه وجبة خفيفة كده. ولو فيها عجوة، عارفين العجوة وعارفين التمر اللي هو البلح اللي هو التمر، العجوة ده مفيد جدا برضو لما الولاد يفطروا كده كام واحدة الصبح، بتمد الطاقة يعني بالحديد والكالسيوم، ومغذية جدا. قلت بقى اما اعمل ليا كده فنجان قهوة باللبن. ما تشربوش كافيين بعد الاكل على طول، يعني بعد الاكل بساعتين 3 كده تاخدي كوباية قهوة، فنجان قهوة، كوباية شاي اخضر، اي حاجة فيها كافيين بعد الاكل فهي مش صحية خالص. واحدتين بسكوت من الشوفان. كنت بقى مطلعة من بدري، كان عندي اوراق في الفريزر، طلعتها وحطيتها في ميه ودقيق عشان تنزل الزفاره اللي فيها، وبعد كده غسلتها كويس جدا بالليمون والملح والدقيق، وحطيتها في مصفى بقى تصفي الميه اللي فيها. جبت كام بطاطسايه كده وقلت اقشرهم، هعمل صينيه بطاطس بالخضار، يعني طلعت شويه من البسله وقلت هعمل صينيه بطاطس. ممكن تضيفي معاها كوسه او جزر او اي خضار انت حباه او موجوده عندك. اعملي دايما الحاجه اللي موجوده عندك، استغلي اي خضار عندك في التلاجة. بصي شوفي تلاجتك فيها ايه، لو خضار يبوظ لا قدر الله انتي هتستفادي بيه احسن. خلصي الحاجه اللي عندك، وقبل ما تنزلي تشتري خضار، تشوفي الحاجه اللي موجوده عندك تخلصيها الاول، وبعدين تبداي ان انت تشتري الحاجه اللي موجوده عندك. برضو في خزين البيت قبل المشتريات بتكتبي الحاجه اللي انت محتاجاها او الحاجه اللي نقصت عندك وتنزلي تجيبيها. لازم تكوني عامله ميزانيه على قد مثلا مرتب زوجك، او على قد دخلك اللي داخلك كل شهر مثلا. فكل واحد بيمشي على قده، انت ادرى بظروفك وانا ادرى بظروفي، كل انسان في الدنيا عارف ظروفه وعارف مقدرته في الحاجه اللي هيجيبها، سواء من اللحوم الشهريه او الفراخ او الخزين من البقوليات، بيبقى فيه حاجات اساسيه. دايما نشتري الحاجة اللي فيها فايدة ومغذية. احنا مش هنشتري حاجات وبس، لا، احنا عاوزين برضو حاجة مغذية وتفيدنا. التوفير مش حرمان خالص، بالعكس، بكل واحد بيمشي على قده بس، وربنا يرزق الجميع يا رب. جبت بقى بصلايه كده، انا بحب اعمل صينيه البطاطس ني في ني، وساعات بعملها ايه يعني ايه تشويحه كده على البوتاجاز، بس دايما بعملها ني في ني. دي طريقه حلوه قوي، ان انتي تتبلي الفراخ مع البطاطس ني في ني وبتدخلها الفرن كده تستوي مع نفسها، فبتبقى طعمها حلو وهي بتبقى حلوه قوي. قطعت كده فلفل وبصل وهتبل.
انتوا سامعين بيبقى في صوت هوا وفي صوت عربيات ماشية وفي صوت عصافير، يعني اعذروني. هرش بقى اتبل كده البصل، حطيت ملح واحط فلفل وكمون وبابريكا، كل البهارات اللي انت حباها ضيفيها، وتوم باودر، بصل باودر. بحب انا البهارات دي تبقى بحطها في كل اكل تقريبا لو تلاحظوا. هرش عليهم رشه من الزيت واقلبهم بقى. جبت البطاطس غسلت البطاطس، وجبت الفراخ كده قطعتها شرايح من فوق، واخليها اقلبها في التتبيله شويه، يعني هقلبها في التتبيله الاول علشان تشرب من التتبيله. فتحتها شرايح. ممكن تعمليها بصدور، ممكن تعمليها بلحمه، يعني حسب ما تحبي، تبقى ورقه لحمه بالخضار. وقبل ما تدخلها الفرن يكون الفرن ساخن من قبلها، علشان اي حاجة تعملها في الفرن لازم يكون الفرن ساخن من قبلها افضل واحسن، علشان يعني الحاجة ما تاخدش وقت وما تقعدش كتير في الفرن على ما تسخن، هي تبدأ تغلي على طول. هقلب بقى، اشيل الفراخ كده على جنب، وهبدأ ان انا اقلب البطاطس في الخضار ده عشان يشرب من التتبيلة، وهضيف شوية من البسلة. لو عندك شوية جزر حطيهم. يعني احنا كل يوم كده بيبقى حيرة في الغدا والفطار، بتبقى حيرة بصراحة يعني، خصوصا ان اكيد كل حاجة غالية عندكم وكل حاجة غالية بصراحة، فبتبقى حيرة. الله يعينكم جميعا يا رب. كده ادعوا ربنا دايما يرزقكم وما يحوجكوش لحد ابدا، يعني دايما ندعي كده، قول يا رب ما تحوجني لاي حد، ربنا يحوجنا ليه هو فقط، لان ربنا هو اللي بيرزق، محدش بيرزق. قلبت كله بقى كده، وحطيت شوية من الصلصة. هبدأ ارجع تاني الفراخ على الوش. ولازم في اليوم كده تقعدي مع نفسك ساعة كده. انا ساعات بحس ان انا عاوزة استعيد اشغل مخي، يعني عاوزة اقعد مع نفسي كده ولوحدي، علشان يعني اقدر اكمل معاهم، او اقدر ارجع اكمل اليوم تاني. لازم نفصل. احنا طبعا مش طول النهار هنكون في شغل البيت، ما تجهديش نفسك ابدا. حافظي على صحتك. كل حاجة يعني كل حاجة بتنقضى، فما تجهديش نفسك في حاجة. غطيتها بقى بورق الفويل ونغزتها كده نغزتين بالسكينة، وهندخلها الفرن. فاكرين بقى المخلل اللي كنا عاملينه مع بعض؟ والله يا جماعة المخلل طلع طعمه، مش قادرة اقول لكم طعمه تحفة. وهنا عندنا بيحبوا مخلل القرنبيط والخيار واللي هو الكرنب والشطة، بيبقوا حلوين قوي كده. بقى كنا خلصنا الاكل بتاعنا، وكان عندي شوية رز من قبلها، فما عملتش رز بصراحة، وقلت هكتفي باللي موجود عندي. شايفين بقى الفراخ كانت سخنة، شايفين مستوية قوي قوي، وكانت حلوة، كانت حلوة الحمد لله. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. وكمان عملت لهم حاجة حلوة، عملنا كيكة كده، مش عارفة اسمها، كيكة ماربل تقريبا، اللي هي اللي بتبقى فيها شوكولاتة، ويعني بتبقى بالكاكاو والكاكاو نص ابيض ونص شوكولاتة. شايفين بقى الغدا بتاعنا كان الحمد لله جميل، والبطاطس كانت مستوية، والاكل كان مستوي الحمد لله. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، ويرزق كل مشتاق وكل محتاج. ابني كان واقف جنبي، كانوا جعانين بقى، يعني كنت بدوقهم، وقالوا لي خلاص بقى هاتي الاكل خلاص، ما تصوريش تاني. فقلت لهم خلاص، اديتهم الاكل وخلاص على كده. رحت بقى اعمل لهم الكيكه. تعالوا نشوف مقادير الكيكه، وركزوا في مقادير الكيكه كويس عشان تطلع حلوه معاكم وهشه. اول حاجه بجهزها في الكيك هي الصينيه. ادهني الصينيه سمنه او زيت، وترشه كده من الدقيق، وتركنيها على جنب. دي اول حاجه. وتجهزي بقى كل حاجة قدامك كده علشان ما تتلخبطيش، وتبقى سهلة معاكي، يعني بتسهلي على نفسك اي حاجة بتعمليها. هتجيبي بقى الخلاط جنبك، لو ما عندكيش خلاط عادي اعمليهم بالمضرب او بالكبة، بس كلنا عندنا خلاط يعني بيسهل عليكي وبيضرب المقادير كويس في بعض. هجيب 3 بيضات، 3 بيضات، وعلبة زبادي. علبة الزبادي دي هعاير بيها لبن. حطيت 3 بيضات في الخلاط، كوباية الا ربع من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، و2 كوباية دقيق منخولين كويس جدا، وعليهم كيس بيكنج باودر. انا خدت في الخلاط البيض والسكر والزيت واللبن والزبادي، هضربهم مع بعض، وكمان ضفت الفانيليا. هضربهم في الخلاط. انا كنت جايبه دقيق من بتاع الكيك، وقلت اجربه، اول مره اجيبه بصراحه، فقلت هجربه. ده كيس الفانيليا اهو، ما كنتش ضفته، يبقى 3 بيضات.
كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه الا ربع من السكر، ممكن يبقوا نص كوبايه، وكوبايه زبادي، وعايرت مكان الزبادي لبن برضو، يعني ممكن يبقى كوبايه ونص كده من السوائل اللي هي لبن على زبادي. هنخل كوبايتين دقيق، اهم حاجه انك تنخلي الدقيق كويس، وهرش عليهم رشه ملح وكيس بيكنج باودر، وكمان هنخل كيس البيكنج باودر. كوبايتين الدقيق عليهم كيس بيكنج باودر ورشه ملح، وننخلهم كويس ونقلبهم مع بعض. وفي الاخر خالص هنضيف الكاكاو، بس هيكون قسمت الخليط على مرتين. البيكنج باودر كان متكتل كده او عامل قطع مش عارفه ليه، هرسته كده وصفيته برضه. هقلب بقى الخليط الجاف، كوبايتين من الدقيق عليهم كيس بيكنج باودر ورشه ملح، 3 بيضات، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه الا ربع من السكر، و3 بيضات وفانيليا، وكوبايه ونص من السوائل لبن على زبادي. ضربت الخليط في الخلاط، وبعد كده جبته ونزلته على الخليط الدقيق او الخليط الجاف، واقلبهم كده من تحت لفوق. يعني ايه، ما تقلبيش كتير في خليط الكيك علشان احنا مش عايزين يبقى له عرق، يعني خدي بالك من النقطه دي. قلبي بس كده ايه، الدقيق كله يتوه في السوائل اللي احنا ضفناها. عايزه تعمليها بعصير البرتقال اعمليها، هيبقى مكان اللبن والزبادي تضيفي برتقال، عصير برتقال. هجيب بقى معلقه كبيره من الكاكاو، هنخلها، لازم الكاكاو يتنخل لان برضو بيبقى متكتل كده وفيه قطع. هنخلهم معلقه واحده كفايه. لما بيكون الكاكاو نوعه كويس خام ونوعه بيبقى يعني نضيفه كده، بيبقى ريحته حلوه، وتحس ان هو يعني ريحه الشوكولاته خالص. قسمت كده شويه من الخليط على الكاكاو. هقلب بقى خليط الكاكاو لحد برضو ما يبقى سايل، لان الكاكاو مش بيتقلب بسهوله، فخدوا بالكم. يعني ممكن ايه، لو لقيتيه متكتل معاكي قوي ممكن تضيفي ايه، يعني ايه، رشه كده من اللبن بسيطه قوي لحد ما يبقى يتقلب معاكي. كنت ايه بزود تاني علشان يبقى يعني يعمل كميه حلوه، لان انا مش مكتره في الكاكاو، هي معلقه واحده. هجيب بقى الصينيه، هنزل بشويه من الخليط الابيض، وبعدين من الخليط الكاكاو. هيعمل معاكي شكل، يعني ايه، بيدي شكل كده حلو في الاخر. شوفين الخليط، يعني الخليط حلو، كانت كيكه حلوه بصراحه. وطبعا زي ما احنا متفقين الفرن يكون ساخن من قبلها ب10 دقايق بس. هي 25 دقيقة، ما بتاخدش اكتر من 25 دقيقة في الفرن، وبتراقبيها وتختبريها بخلة. خدي بالك وركزي مع الكيكة وهي في الفرن. وبرضو الفرن ما يبقاش سخن قوي قوي علشان ما تشققش منك او تبقى ناشفة، او يعني بيبقى في اخطاء او تهبط منك. ما تفتحيش على الفرن قبل 10 دقايق، بتكوني ظابطه ساعتك. ما عندكيش فرن اللي هو بالتايمر بتاعه، يبقى تظبطي الساعه عشان برضو ما تهيش الوقت، ما يتوهش منك. كده بقى كنت خلصت خليط الخيط، شغلت الفرن يلا. وبعد كده هخبطها خبطتين تخرج الهواء اللي فيها. دايما اي كيكه بعملها معاكم بخبطها خبطتين بتخرج الهواء اللي فيها علشان ما تبقاش فيها فتحات. عرفتش كده بس بالراحه. ممكن تحشيها، ممكن بدل الكاكاو عارفين الشوكولات شيبس، ممكن يبقى فيها شوكولات شيبس. من الوقت للتاني يعملوا يعني حاجات حلوه ولازم في الكيكه البيت تحط على للولاد. برضو في مقدرتكم ما تكونش مكلفه، لان الولاد طبعا احنا عارفين الاطفال بيبصوا دايما لبره والحاجه اللي بره، فدايما انتوا برضو تخلوا عندهم الشبع بالعين قبل الشبع بالفم. فما تخلوش ولادكم عندهم نقص في اي حاجه مهما كانت الظروف. اعملوا كل حاجه في البيت على قد ما تقدروا، على قد ما قدرتك. ابسطي اولادك على قد ما قدرتك. كده بقى اهو خبطتها اهو، دخلتها الفرن وخلاص. كانت طلعت من الفرن بقى، واخر اليوم بقى بروح عامله لهم بقى يعني ايه زي قاعده كده بسيطه. اقعدوا مع اولادكم، احتضنوهم، اهتموا بيهم، حسسوهم بوجودهم، اشركوهم في كل حاجه علشان يكونوا عندهم ثقه في نفسهم. جبت كده سكينه وبقيت ادخل الخليط في بعضه، والكيك كان استوى اهو. وشايفين بقى الجمال، انا قطعتها كمان وهي سخنه، شايفين هشه قوي. قطعتها وهي سخنه لاني كنت مستعجله، يعني كنت عايزه اخلص منها قبل العيال ما يبوظوا شكلها. شايفين جميله بصراحه يعني. ممكن بقى بعد ما تبرد بتحطيها في اطباق عادي او في علبه وتغطيها، يعني تقفلي عليها. شايفين شكلها عامل ازاي، شكلها جميل بصراحه.
وشكلها مغري، يعني ايه اللي يشوفها يقول جاهزة يعني. هما في الولاد بيحبوا الحاجات اللي هي بتبقى مغرية شوية. في اخر اليوم بقى كده جبت لهم طبق كده وحطيت فيه الكيك، وجبت لهم عصير، ممكن تعملي شاي، ممكن تعملي اي حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، ودمتم في رعاية الله وحفظه وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله. لما تلاقي شمس عندك في البلكونة ادخلي اقعدي فيها. الشمس اللي هي بتكون الصبح الساعة كده 7 أو 8، الشمس دي بتكون صحية للجسم، بيكون فيها فيتامين د. أو الشمس اللي هي بتكون آخر النهار من الساعة 4 5 كده. مع السلامة.